هضرنا على النوعيه ديال التصبغات، كذلك عرفنا الاسباب مناش كتجي لينا هاد التصبغات. فدابا البنات غادي ندوزو الوقايه ضروريه البنات. فضروري من واقي الشمس، يعني واقي الشمس ضروري يكون عندك، وتكون واحد النوعيه اللي هي جيده وتعطينا واحد التغطيه اللي هي زوينه. واقي الشمس البنات ضروري نبدلو من ساعتين لساعتين، لانه هو كيعطي واحد التغطيه اللي هي المده ديالها ديال 3 ديال السوايع. اوكي البنات، وواحد القضيه اللي هي مغلوطه عند بزاف ديال النساء، لانه كتقول لك حتى نبي نخرج عاده ندير الواقي ديالي ديال الشمس. لا البنات، واقي الشمس كينصح به الديرماتو اللي هو الطبيب ديال الجلد بانك تستعمليه حتى في البيت. علاش؟ لانه كتعرفوا حنا كندخلوا للمطبخ، المطبخ كتكون فيه واحد الدرجه ديال الحراره، يعني كيكون فران، كتكون بوطه مشعوله، راه غير هذيك درجه الحراره راه كتأدي لنا البشره ديالنا. واحد الحاجه اخرى البنات، لانه بزاف كيكونوا كيستعملوا هكا روتين عندها في البيت، يعني كتستعمل شي بوماد ولا كتستعمل شي هكا شي ماسك ولا شي حاجه، وكتمشي كتبدا كطيب، راه غير ديك درجه الحراره اون فوا تكوني انت دايره شي حاجه في وجهك راكي كتضري البشره ديالك. ديما بعدي من البوطه، وانت كتفاداي انك ما ديريش لا حتى شي ماسك، ما ديري حتى شي حاجه لوجهك في ديك اللحظه اللي كتكوني انت في لاكويزين. حاجه اخرى وهي الاشعه اللي تدخل عندنا من النافذه ديالنا، فراه هذيك في حد ذاتها راه كضر لنا البشره ديالنا، فما فيها باس اننا نستعملوا واقي الشمس حتى في البيت ديالنا، وعلاجات تكون مدروسه، وما نبغيش النتيجه انها تكون سريعه. ومن الاحسن انكم تمشيو عند ديرماتو الا كانوا عندكم واحد التصبغات اللي هي كثيره وباينه لكم في البشره ديالكم، فتمشيو عند ديرماتو، فهو كيكون على درايه بالموضوع. وكذلك الا كانت خفيفه فراه تعالجيها في البيت ديالك، ديري محاوله مره جوج ثلاثه ما حيدتش ليك، فنمشي عند ديرماتو، فهو غيعطيك تحاليل ويعرف النوعيه ويعرف كيفاش يتعامل. وعافاكم في اتونسيون. علاش كنقول لكم هكا؟ لانه كنشوف انا بزاف يعني ولاو كيحطوا ماسكات، ما عرفتش انا هاد الناس واش ما عندهمش مصداقيه، ما عرفتش هاد الناس انا تلفوا ولا شنو، كيولوا كيبغوا ديك نسبه المشاهده، فكيضطروا انهم كيحطوا شي مكونات اولا كيحطوا شي ماسكات اللي هي غالطه. فانتم راه ما غاديش تكونوا احسن من داك الطبيب. يعني الطبيب كيبقى هو الاول والاخر، هو اللي كيعرف كيفاش كيتعامل مع البشره، لانه هو قرا وعارف هذاك الدواء اللي غادي يزول لك، وعارف الطريقه اللي غادي تزول لك، لانه هناك كاين علاجات كيماويه، كاينين علاجات باحماض الفواكه اللي كتكون مركزه مزيان. كاينين الناس اللي كيديروها هكا كيعملوها في الصالونات، ولكن هي من الاحسن انكم تستعملوها عند طبيب ديال الجلد. علاش؟ حيت هو كيعرف الدرجه، كيعرف الكميه، كيعرف لا دوس اللي غادي يدير لكم في البشره ديالكم. اوكي. اما بالنسبه للخلطات اللي كتكون في هكا في اليوتيوب، هي ما فيها باس انا ندير، ولكن نعرف اشنو كندير. يعني ملي كتكون يعني مكونات اللي هي باينه كيقبلها الدماغ نديرها اوكي، ولكن من تدخل فيها واحد الماده اللي هي سامه، او لا مثلا كاين شي وحدين كتقول لك غنستعمل واحد البوماد وغنخلطها مع واحد الماده اخرى اللي هي يعني مكون طبيعي مع مكون اللي هو فارماسيوتيك. لا اختي، علاش انا غنضرب بشرطي؟ والغريب في الامر وهو هادوك لي بوماد كاملين اللي كيحطوا واللي كيقول لكم خلطوا هذه مع هذه، فاش كتجي تشوفي كتلقاها هي هذيك البوماد اصلا هي ديال الكزيما. فالكزيما اش دخلها للوجه باش انا غادي نستعمل؟ حذاري البنات، حذاري ثم حذاري من الاغراءات، حذاري من المكونات اللي كتكون ماشي صحيحه، حذاري من الماسكات اللي كتكون يعني ما قابلهاش الدماغ. فندير واحد الحاجه اللي هي ما تضرنيش، لانني انا كنشوف، لانه ماشي الناس كامله كتفكر بحال وماشي الناس كل شيء بحال. كاينين الناس اللي مساكن على نياتهم، كاينين الناس اللي ما عارفينش، كاينين الناس مساكن اللي ما قاريينش. يعني كتشوف الوصفه كتشوف وكتحط لك كتزيد كيكملوها كيحطوا لك واحد ليماج اولا واحد الصوره ديال واحد البنت اللي هي بيضه بزاف وهذا وهذا. ودائما انا كنقولها لكم في الفيديوهات ديالي، راه اللي بيض بيض واللي سمر سمر. كاين واحد الحاجه سميتها التفتيح، كنفتح انا سمره شاده فيا الشمس كنعاود نرجع اللون ديالي كنفتحو، يعني كنقي البشره، كنزول الشوائب، كنزول الجلد الميت، كتعطيني واحد البشره اللي هي صافيه وزوينه. اللي بيض راه بيض،
كذلك كتشد فيه الشمس كيولي عنده واحد اللون ما موحدش، يعني كيولي لون هنا ولون هنا. فكنديروا ماسكات كنوحدوا اللون، كنفتحوا البشره. التبييض ما كاينش، صافي الابيض بيض اللي كحل كحل، بلا ما نبداو نغطيو الشمس بالغربال. فواحد الحاجه باينه باينه، وما نبقاوش نكذبوا على الناس. هذه من جهه. فبالنسبه الى بغيتوا ديروا يعني علاجات في البيت، فانا غنبارطاجي معكم. نتمنى البنات ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى انني نكون فدتكم واحد شويه. فانا ماشي طبيب ديال الجلد، هذه واحد الحاجه، داكشي اش كنقول لكم انا سيروا عند الطبيب ديال الجلد. يعني عندي دبلومات في التجميل، لذلك انا كنبارطاجي معكم دائما الحويجات وماسكات. يعني كنبارطاجي معكم الخبره ديالي، كنبارطاجي معكم داكشي اللي كنعرف. اما الحاجه اللي هي ديال الطبيب، فدائما كنقول لكم سيروا للطبيب. من الاحسن الى الانسان يعني متوفر عنده واحد شويه يمشي للطبيب. الطبيب هو الحل الانسب، الحل الوحيد للبشره ديالنا ولا الشعر ديالنا. الناس اللي كيكون عندهم تساقط حاد، البشره كتكون يعني مضروره، جسم هكا، فالطبيب هو الحل. لانه مهما هو النقره وحل العياده ديالو، الا ويعطيك الحل الانسب وغادي يفيدك 100%. يعني هذه من عندي انايا. وبالنسبه ليا انا، نقدر نفيدكم بواحد الحاجه اللي هي طبيعيه واللي تقدر تساعدك، يعني تساعدك كحل اول بالنسبه للتصبغات اللي كتكون سطحيه. يعني سطحيه، غادي نعطيك حويجات تقدري ديريهم وتساعدي بهم. وفي ديك الحاله الا شتي التصبغات ما حيدوش ليك، فضروري الزياره ديال الطبيب.